بالكامل في هذه الأمسية في هذه المباراة. الريال الذي يحصل على كرة من الجهة اليمنى، مورينيو اليوم لديه كافة الأسماء الكافية ليقدمها لجماهير. كنا أمام أسماء أخرى تقريبا تختلف بدرجة كبيرة عن الأسماء الموجودة اليوم والتي يتقدمها مبابي، ومبابي يضع ريال مدريد في الأسبقية بالمباراة. أول هدف في هذه المواجهة يتقدم الريال عبر إمبابي المتواجد بالكرة في منطقة الجزاء، ويسجل الهدف الأول في مرمى لوريس كاريوس. 1-0 ريال مدريد مع الدقيقة الرابعة. شوف الكرة مرة أخرى، التمريرة الخاطئة التي الأهداف بمونديالات كأس العالم. لا شك أننا أمام ظاهرة جديدة في عالم كرة القدم تدعى إمبابي. هذه الظاهرة المتواجدة اليوم إلى جانب ريال مدريد. خطأ وركلة حرة إلى جانب ريال مدريد، ومخالفة ركلة حرة مباشرة. اللعبة الله على لقطة جميلة ورائعة، لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. التسديدة على مستوى المشاركة بالنسبة لريال مدريد. الثنائي الذي يشكل أهمية بالغة عند مورينيو في خط الأمام. كرة تصل عند حارس المرمى، الكرة لريال مدريد مرة أخرى. مبابي في محاولة بالأمام، مبابي وتسديدة لكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب. مرة أخرى مبابي يظهر من أمام مرمى شالكي، لكن الكرة تمر خارج أرضية مدريد على حساب أصحاب الأرض. والكرة اللعب الآن لشالكي بمحاولة يتقدم مع ريال مدريد. مدريد بمحاولة اللعبة الطويلة في الأمام، انطلاقة إلى إمبابي، وإمبابي يصل عند منطقة الجزاء، والانطلاقة القوية تجد التصدي من حارس المرمى لوريس كاريوس الذي يعود بالذكرى إلى مباراة ريال مدريد اللي مرت لخارج أرضية الملعب. اي والله كانت قصة مأساوية بالنسبة لحارس المرمى لوريس كاريوس، لكن دعونا نشاهد هذه الكرة الأمسية. كاريوس بعد تلك المباراة ب8 سنوات يعود من أمام ريال مدريد وتصدى لكرة أخرى لمبابي. كان على وشك الريال أن يتقدم معها، لكن شالكي من يتقدم الآن بمحاولة في الجهة اليسار، عرضية داخل منطقة الجزاء، والرأسية تذهب باتجاه كورتوا. تعلمونه ويعلمونه جيدا حينما يكون كورتوا هنا 17 عام، وبعدها ب5 سنوات يعود مجددا إلى جانب المباراة بالشكل التقليدي. لم نبدأ معكم البث بالطريقة التقليدية لهذه المباراة، لذا وعاد العشش، موسى سيلا، جونيور أدامو في قائمة شالكي بمباراة الليلة. بذكرى بالنسبة لهذا الملعب، عند ذكرى تاريخية مع مدريد 4-3، وكاد يقلب مواجهة دور 16 بالكامل يومها، لكن نجح ريال مدريد في نهاية المطاف من التأهل. فينيسيوس مع الكرة داخل منطقة الجزاء، يعدي فينيسيوس والكرة مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. حلوة الكرة الماضية، قطعت أبعدت إلى خارج أرضية الملعب من نيكولا كاتيتش الذي تابع الكرة الأخيرة ومرت بحثا عن الأفضلية في الكرة الهوائية، وكرة اللعب بالراس. نعم، يسجل الهدف الثاني. دينوسن ينجح من تسجيل الهدف الثاني برأسية بعد أن جاءت الكرة في صالحة داخل منطقة الجزاء. المخرج كان يأتي بالصورة على تواجده في منطقة الجزاء، وكأنه يتأكد بأن هناك ثمة هدف عبر رأسيته التي تمنح ريال مدريد الهدف الثاني في المباراة. شوف الكرة من جديد، العرضية في دكة البدلاء، في بيلينغهام، في كوكوريا، وفي فينيسيوس الآن ينطلق من الجهة اليسار. فينيسيوس مع الكرة، وفينيسيوس في حالة سقوط، لكن حكم المباراة طالب باستمرارية اللعب، لا مخالفة في اللعبة الماضية، وبالتالي الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. شوف الانطلاقة لفينيسيوس، لم يكن في المباريات التجريبية قيمة فنية أكثر من أنها قيمة على مستوى النتيجة تختفي تماما. ريال مدريد هي تمنح الفرصة لأن يلعب بثقة أكبر
حينما يواجه بايرن ميونخ. شيء مختلف تماما. الملاعب الجميلة والحضور الجماهيري الكبير وإمبابي الكبير يصل، لكن بحالة تسلل في هذه اللقطة. ركلة حرة غير مباشرة على إمبابي في اللقطة الأخيرة. ركلة حرة غير مباشرة تذهب لشالكي. شوفت في الطرف الأيمن اندفاع والتقدم من بيكر، والمحاولة تعود مرة أخرى لشالكي. المرور والكرة ما زالت باقية في منتصف الملعب أو في داخل منطقة الجزاء، والعرضية لكنها تذهب بعيدة عن الجميع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. موسى سيلا بالمقصية الماضية. شوف الكرة التي عادت شالكي 26 سنة، فرنسي من أسنية لشالكي. الكرة لعبت إلى داخل منطقة الجزاء، إبعاد بالراس، مرت من إبراهيم كوناتي. شوف الكرة مرة أخرى، كوناتي أبعد كرة برأسية وتقضاها إلى جانب ليفربول. المباراة تمثل بداية جديدة بالنسبة لمدافع ريال مدريد إبراهيم كوناتي الذي يأتي بقميص الريال بهذه في حوار جماهيري بالنسبة لفينيسيوس. هذه كرة لعبت عند أردا جولر لكنها راحت مرت إلى خارج أرضية الملعب مرة أخرى. شوف الإعادة مرة أخرى. الكرة على الناحية اليسرى بمحاولة عند إمبابي الذي يلعب خارج منطقة الجزاء. هذه المرة عرضية والرأسية. التصدي جاء رائعا هذه المرة من كاريوس. سفيان فوزي. شوف الرأسية التي كانت مرة أخرى من دوين هويسن الذي لعب الكرة الرأسية الماضية، والتصدي هذه المرة من كاريوس بعد أن تجرع هدفا من اللاعب نفسه من ركلة ركنية، لكن هذه المرة الرأسية. ركلة حرة مباشرة شالكي بكرة ثابتة. ركلة حرة مباشرة في الجهة اليمنى، العرضية والرأسية تصل بعيدة إلى خارج أرض. جونيور أدامو المتواجد في منطقة الجزاء. جونيور أدامو، هذه كرة اللعب والمحاولة مقطوعة قبل أن تصل عند جونيور ثم تمريرة اللعب. يا سلام على كرة تمر في منتصف الملعب بعد تمريرة بالكعب، وصلت هنا إلى إمبابي، وإمبابي يلعب كرة عند فينيسيوس، والتسديدة تجد المدافعين العائدين تيمو من تألق في إبعاد الكرة. اللاعب الخبير عاد ليبعد الكرة بهذه الصورة، الذي يلتزم بأدوار كثيرة في هذه المباراة بالنسبة لتيمو بيكر الذي أبعد الكرة لخارج أرضية الملعب وتحولت إلى ركلة ركنية لريال مدريد. الخطر لجانب ريال مدريد، وريال دائما من المنتظر أن تشهد مع هدف، من المنتظر أن تشهد مع أداء ريال مدريد هدف. في الطرف الأيمن الريال يسعى الآن للوصول إلى مرمى شالكي بمحاولة داخل منطقة الجزاء. امبابي كرة قطعت، وشالكي الساعي إلى أن يسجل هدف اللاعبين أمام لاعب الريال. استعادها شالكي والمحاولة والتسديدة لكنها مقطوعة من المدافعين. عادت مرة أخرى لريال أو لشالكي، وصلت إلى ريال مدريد. كرة وصلت من الجهة اليسار للريال بمحاولة قريبة من منطقة الجزاء. المحاولة لشالكي لكن نجاح من مدافع ريال مدريد في التغطية الماضية. عادت الكرة لشالكي، عادت المحاولة هنا في الجهة اليسار، لكن دفاعيا يقدم مباراة كبيرة، دفاعيا يقدم مباراة كبيرة. يبدو بأنه مورينيو أخذ على عاتقه معالجة المشاكل الدفاعية، يسعى ببعض التنظيم على الأقل أن يظهر جيد. إلى ملعب المباراة ونعود إلى المواجهة ما بين ريال مدريد مرمى شالكي، وأيضا تواجد مع السيتي، ماينز وليفربول وبشكتاش في تركيا، وكذلك يونيون برلين الذي سيلعب من أمامه في الجولات القادمة. هذه تسديدة والتفرينيو عن مباراة فيورنتينا بأن الحالة البدنية أعادت الفريق إلى الخلف إلى الوراء. فهل هذا ما يحدث الآن في بدايات شوط المباراة الثاني؟ هذه عرضية لكنها تصل باتجاه حارس المرمى لونين، وصلت إلى لونين. شوف الانطلاقة، شوف الكرة التي جاءت على الجهة اليسار، كانت ذكية على الجهة اليسار. المحاولة ثم أيضا تسديدة. راحت الكرة في الجهة اليمنى إلى أرنولد، إلى محاولة عند إزبي في الجهة اليمنى، لكن
فيها صافرة وحالة تسلل في هذه اللقطة لشالكي. اسلوب اشتهر باسم دوامة شالكي، كان يقوم على التمريرات القصيرة والسريعة والتحرك وتبادل المراكز وإعادة الكرة بين اللاعبين بطريقة كانت يومها 9 أعوام لشالكي، وفي 37 فعل شيئا تاريخيا أيضا بالنسبة لي. لها قصة البطولة التي ضاعت في الأوقات الأخيرة 2001 بعد طبعا نصف نهائي دوري الأبطال وآخر كأس ألمانيا في 2011. تخيل أن فريق في 2011 وصل إلى نهائي نصف نهائي دوري الأبطال، لكن 2023 كان الهبوط باللقب الألماني. أقصى دقيقة في تاريخ شالكي، حالة للهبوط مهما دار لأي فريق من مشكلة في كرة القدم لن تكون كالألم الذي اعتصر شالكي وجمهوره في عام 2001. شوف الكرة، شوف الانطلاقة، شوف شالكي بأكملها مصدومة في تلك الليلة. ليلة لن يستطيع أن ينساها جمهور شالكي. الكرة في الجهة اليسار وعرضية إلى منطقة الجزاء وكرة بالراس. نجح معها ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث، لكن الرأسية الثانية تعطي ريال مدريد ثالث أهدافه في هذه المباراة، في مباراة يستسلم فيها شالكي. كما قلنا قبل لحظات بأنه أيا كانت هذه النتيجة بالنسبة لهذه المباراة لن تكون أقسى من تلك الدقيقة في 2001 في تاريخ شالكي حينما كان يحتفل وكرة عادت لشالكي. الآن سيلا يتقدم سيلا أمام 3 مدافعين. كرة مقطوعة تصل مرة أخرى لريال مدريد، انطلاقة من الجهة اليسار وفينيسيوس. الكرة مقطوعة، لذلك هي تتعامل بواقعية مع نتيجة مباراة اليوم. وشالكي عند كرة تتسدد، وصلت إلى لون نفسه. أكثر من جنسيات أوروبية مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا وهالدوري، وبعد الألقاب المحلية هو مطالب أوروبيا في دوري الأبطال. وكرة اللعب داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، عادت بتسديدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. نعم، ريال مدريد سيد البطولات الأوروبية، سيد اللقب القاري، هو مطالب دائما بأن يحرز هذا اللقب. كل جيل يأتي على ريال مدريد لن يصبح جيلا يشار إليه طريقا إلا خزينة الريال. هذه كرة اللعب طويلة في الأمام إلى محاولة قريبة من منطقة الجزاء، لكن فيها حالة تسلل. الجولة الثانية أو في الجولة الثالثة سيلاقي بايرن ميونخ. هذه كرة من الجهة اليمين عرضية مقطوعة لتصل. لم يظهر أبدا في مباراة اليوم فينيسيوس، رغم أن زميل امبابي ظهر. الآن يظهر فينيسيوس في كرة متسلل مع فينيسيوس. ركلة حرة غير مباشرة في الثلاثة لريال مدريد. نعرف أن هدفين منها كانت من كرات رأسية. مورينو يبدو بأنه يخطط لهذا النهج، بأن الكرات الرأسية ستصبح سلاحا بالنسبة لريال مدريد. هل يتعرف الخصم؟ كيف لك أن تتجاهل اختراقات فينيسيوس واختراقات امبابي، وتحديدا الأخير هذه كرة اللعب إلى منطقة الجزاء وتسديد. يريد أن يذهب إلى رياضة أخرى بالموتر كروس، لكن كانت إحماء ساخن بالنسبة لريال مدريد هذه الليلة. هذه كرة في اليسار عرضية إلى منطقة الجزاء من باخمان، والمحاولة خطيرة تتسدد لكنها مقطوعة وتصل إلى خارج أرضية الملعب. اللعبة الركلة الركنية لمنطقة الجزاء. روديجر أبعد الكرة وتسديدة، لكنها ترتد من 11. 2-1 وجيكو في الدقيقة 92
منح الفريق نتيجة التعادل 2-2 قبل أن يسجل أغويرو في المباراة المجنونة الهدف الثالث، الهدف الشهير، وفاز السيتي بأول دوري إنجليزي منذ 44 عام. فيورنتينا واليوم يذهب إلى شالكه، وكرة اللعب لمنطقة الجزاء والمحاولة تتسدد، لكنها لعبت الكرة في الطرف الأيمن لتمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت. لعبت الرمية الجانبية كوكوريا في المتابعة والتغطية، وهنا راسية مرت معها المحاولة في الجهة اليسار لشالكه، وشالكه أمام القليل من الوقت متبقي على نهاية المباراة، ومحاولة اللعبة لمنطقة الجزاء. كرات اللعب طويلة ومحاولة، فرصة قادمة، فينيسيوس إلى داخل منطقة السقوط مع حكم المباراة قرارا بركلة جزاء. الآن هذه الفاصلة الاحتكاك بسيط، يبدو أن الحكم كان صائب. أرسل كرة في الجهة اليسار، فينيسيوس مع الكرة والمحاولة من أمام كوكوريا لعناصر شالكه.